السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا فنانات في فيديو جديد في قناة كروشيه تيوليب. النهاردة هنعمل مع بعض سكارف بغرزة سهلة جدا جدا، أسرع سكارف نقدر نخلصه في وقت قصير قوي. استخدمت معاه إبرة رقم 6.5. دلوقتي احنا هنبتدي شغلنا في السكارف ازاي. زي ما قلت لحضراتكم الغرزة تكرار سطرين بس، وهي جميلة وسهلة جدا جدا وسريعة كمان. شرحتها في الايس كاب، لكن انا هشرحها في السكارف لان طبعا الاتنين مختلفين عن بعض في الطريقة. السكارف النهاردة اللي هنشتغل مع بعض هنبتدي الغرز بتاعته بالطول. يعني مثلا لو انا عاوزة اشتغل السكارف او الكوفية دي 2 متر مثلا او 1.80 متر، بنعمل سلسلة بطول 1.80 متر او سلسلة بطول 2 متر، وليكن احنا عايزين نطولها شوية فبنعمل السلسلة دي بالطول، لان طبعا شغلنا هيكون بالطول مش بالعرض. بنعمل سلسلة البداية بناء على الطول اللي احنا حابين زي ما شرحت لحضراتكم. والغرزة ضروري جدا تكون غرزة بعدد زوجي، يعني يكون العدد زوجي مش فردي. يعني مثلا انا هبتدي عايزة اعمل كوفية كبيرة طويلة، ببتدي عدد الغرز بتاعتها مثلا 200 سلسلة، 210 220، طبعا في حال ان الخيط يكون سميك بالشكل ده. انما طبعا لو خيط ارفع بتكون جميلة وحلوة جدا، لكن بتحتاج نقيس سلسلة البداية بطريقة كويسة علشان نكون عارفين الطول مظبوط معانا ولا لا. وكمان في طريقة كويسة جدا جدا وكتير من الفنانات بتعتمدها، ان احنا بنعمل سلسلة البداية بطول اطول من اللي احنا حابينه، علشان لما بنيجي نشتغل على السلسلة طبعا السلسلة بتقل في حجمها. فطبعا دي احسن طريقة، ان احنا بنعمل عدد فوق الزيادة، فوق اللي احنا حابينه، يعني ازيد من اللي احنا حابينه شوية، وبعدين بنشتغل اول سطر. ولو قسنا البداية ولقيناها كويسة وتمام فبنبتدي شغلنا، خلاص بنوقف شغلنا على كده، وباقي السلاسل عادي بنفكها بطريقة سهلة جدا، والموضوع بيكون بسيط معانا علشان ما نرجعش نفك ونشتغل تاني من اول وجديد لو الطول جه معانا قصير. طيب انا هعمل دلوقتي نموذج هبتدي ب20 سلسلة اشرح فيها الغرزة وطريقة العمل، وبعدين بكل بساطة نفس طريقة العمل اللي انا هنشتغلها لكن في السلسلة الطويلة. طيب هنعمل عقدة بداية وهنقول بسم الله، ونعمل 20 سلسلة علشان نجرب فيها الغرزة. بعد ما خلصنا السلسلة طبعا احنا حابين العدد يكون زوجي، واكدت على النقطة دي. هنا معانا 20 سلسلة، هرتفع سلسلة واحدة بس، مش هعمل سلاسل ارتفاع كتيرة لاني حابة الاطراف تكون كويسة ومستقيمة. هاخد لفة على الابرة واسيب الغرزة الارتفاع اللي انا عملتها، واعمل في اول غرزة تقابلني لكن من الحلقة الخلفية، مش هعمل في الطرف ده ولا طبعا الطرف ده. احنا شايفين مع بعض بقلب السلسلة بالشكل ده، وبسيب اول ضلع يقابلني في الحلقة الخلفية، وبدخل في الضلع اللي بعده على طول بالشكل ده كده، وبعمل غرزة نص عمود، بسحب الخيط وباخد لفة على الابرة وادخل في اللي بعدها اعمل نص عمود. يعني السطر ده هنعمل فيه ايه؟ السطر ده هيكون كله بغرزة النص عمود زي ما احنا شايفين. بدخل من الضلع الخلفي علشان يكون الاطراف معانا بالشكل ده. هكمل السطر كله بغرزة نص عمود ونرجع مع بعض. انا انهيت الشغل في السطر الاول بالشكل ده كده كله بغرز النص عمود. طيب هنعمل ايه؟ هلف الشغل بالشكل ده ومن غير ما اعمل اي ارتفاعات هرتفع حبة بالغرزة بالشكل ده، ومن غير ما اعمل اي ارتفاع هدخل اعمل غرزة حشو.
بالشكل ده. طيب شايفين الضلع ده من غرزة الحشو؟ هدخل في الضلع ده كده اعمل غرزة حشو تانية بالشكل ده كده، يعني غرزتين حشو فوق بعض، وده بيكون عمود بلفة انا عملته في بداية الشغل علشان ما اعملش ارتفاعات في السلاسل ويكون شكلها مش ظريف معانا في الشغل. تمام. طيب هاخد لفة على الابرة وبسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اعمل غرزة عمود بلفة بالشكل ده. طيب لفة على الابرة وارجع الغرزة اللي انا سبتها ادخل فيها بالشكل ده كده، وبعدين اسحب الخيط من الخلف واعمل عمود بلفة بالشكل ده، يعني بعمل عمود حوالين العمود. هي دي غرزتنا اللي احنا بنعملها. لفة على الابرة وبسيب سلسلة وبدخل في اللي بعدها، بسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اعمل عمود بلفة، وبعدين لفة على الابرة وارجع تاني للغرزة اللي انا سبتها بالشكل ده كده واعمل عمود بلفة حوالين العمود. مرة كمان هنعمل الغرزة مع بعض. لفة على الابرة بسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اعمل عمود بلفة بالشكل ده، وبعدين لفة على الابرة وارجع للغرزة اللي انا سبتها واعمل عمود بلفة حوالين العمود بالشكل ده، وبكمل هكمل لاخر غرزة ونرجع مع بعض نشوف السطر الثالث. انا هنا وصلت لنهاية السطر زي ما حضراتكم شايفين، اخر حاجة عملتها الغرزة. طيب باقي معايا كام سلسلة؟ 3 سلاسل، 3 غرز اهي في السطر. لفة على الابرة وبسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اعمل عمود، وبعدين لفة على الابرة وارجع للغرزة اللي انا سبتها واعمل حوالين العمود عمود. باقي معايا ايه في الغرزة في السطر؟ باقي معايا غرزة واحدة بس اهي. هناخد لفة على الابرة ونعمل عمود بلفة علشان بنقول العدد يكون زوجي، بدأنا بعمود ونهينا بعمود بالشكل ده كده. كده خلصنا السطر التاني. بلف الشغل كده، برتفع حبة صغيرة بالخيط، مش باخد اي سلاسل خالص، وبعمل غرزة حشو تحت الحلقتين. فاول غرزة تقابلني هعمل غرزة حشو بالشكل ده. طيب باقي السطر هشتغله ازاي؟ غرزة حشو في الحلقة الخلفية زي ما حضراتكم شايفينه بتوضح كده. بدخل في الحلقة الخلفية، بسيب الحلقة الأمامية اللي قدامي وبدخل في الحلقة الخلفية أعمل غرزة حشو، وكل السطر هنعمل فيه غرزة حشو في الحلقة الخلفية، خلاف بس الغرزة الأولى والغرزة الأخيرة بنعمل غرزة الحشو تحت الحلقتين. الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اهي، بعمل حشو في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل لنهاية السطر، واخر غرزة معانا في السطر بعملها تحت الحلقتين. هخلص السطر ونرجع مع بعض نشوف التكرار هيكون ازاي. انا هنا وصلت لنهاية السطر زي ما حضراتكم شايفين. اخر غرزة هنشتغلها تحت الحلقتين ونعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. طيب هنعمل ايه؟ بنلف الشغل بالشكل ده. شايفين شكل الغرزة من الامام ومن الخلف جميلة جدا جدا. نقدر نستخدم اي جهة من الغرزة وفي كلا الحالات بتكون جميلة. هرتفع بالخيط حبة صغيرة كده وادخل تحت الحلقتين اعمل غرزة حشو، وبعدين بدخل في الضلع اللي قدامي لغرزة الحشو واسحب الخيط واعمل غرزة حشو تانية، وده كده عمود بلفة من غير اي ارتفاعات علشان الشكل معانا يكون كويس ومستطيل من الجناب. تمام. طيب هنعمل ايه؟ كل الشغل بعد كده تكرار للسطر ده والسطر ده، يعني بمنتهى البساطة باخد لفة على الابرة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اعمل عمود بلفة،
وبعدين لفة على الإبرة وارجع للغرزة اللي سبتها، أعمل عمود حوالين العمود. طبعا احنا ملاحظين ان الغرزة سريعة قوي، يعني السكارف هيكون سهل جدا معاكم وهيخلص بسرعة كبيرة جدا. طبعا عشان ما اطولش على حضراتكم الشرح، كده هتكون شرح الغرزة معانا وهي سهلة وبسيطة زي ما حضراتكم شايفين. نقدر ان احنا نكرر السطر ده وبعدين السطر اللي هو سطر الحشو. طيب انا هنهي الكوفية ازاي او السكارف ازاي؟ انا بدأت هنا بغرز نص عمود، فلازم انهي بغرز نص عمود. يعني اخر حاجة هشتغلها معايا هتكون الغرزة اللي هي دي اللي انا بشتغلها دي، اللي هي العمود حوالين العمود. يعني باخد لفة على الابرة وبعمل عمود، وبعدين برجع للغرزة اللي انا سايباها واعمل عمود حوالين العمود. زي ما بدأت الكوفية بالشكل ده لازم انهيها بالشكل ده. طيب اخر حاجة لازم تكون معانا هي الغرزة دي اللي هي غرزة العمود حوالين العمود. تمام. طيب هنشوف مع بعض انا ارتفعت اسطر قد ايه وايه النهاية هتكون في الاطراف ازاي بالنسبة للسكارف. انا هنا بعد ما انهيت شغل السكارف بالكامل زي ما قلت لحضراتكم لازم تكون البداية زي النهاية. هنا اشتغلت اول سطر نص عمود زي ما شرحنا، وبعدين الغرزة بتاعتنا، وبعدين غرزة حشو في الحلقة الخلفية، مع مراعاة طبعا ان اول غرزة واخر غرزة بنشتغلهم تحت الحلقتين. وكررت السطور زي ما حضراتكم شايفين، وزي ما قلت لحضراتكم ان لازم تكون معانا في اخر السطر الغرزة دي اللي هي غرزة العمود حوالين العمود. تمام. طيب انا انهيت السطر بنفس الطريقة. طيب هعمل ايه؟ برتفع بالخيط شوية صغيرة كده زي ما تعودنا ان احنا مش بنعمل اي ارتفاعات خالص. ارتفعت بالخيط حبة صغيرة واخدت لفة على الابرة، وبعدين دخلت في اول حلقة تحت الحلقتين عادي جدا، عملت غرزة نص عمود، وكل غرزة هتقابلني هعمل غرزة نص عمود تحت الحلقتين علشان الاطراف يكونوا زي بعض بالظبط، علشان ما يكونش فيه اي اختلاف في الجنبين للسكارف. يعني اخر سطر معانا هيكون بغرزة النص عمود زي اول سطر معانا من الناحية التانية. هكمل السطر بغرزة النص عمود، وبعدين انا حابة اعمل غرزة على الاطراف وغرزة البالون على الاطراف. لو حضراتكم حابين تكتفوا كده وتعملوا ليها شراشيب بطريقة جميلة ومميزة تقدروا تعملوا كده. عايزين تكملوا السكارف معايا للاخر مفيش مشكلة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده طبعا طرف السكارف او الكوفية، شايفين مفيهوش اي اختلاف ازاي. الغرز كلها متساوية مع بعضها لان احنا ما عملناش اي ارتفاعات. وارتفاع العمود زي ما حضراتكم شفتوا معايا كنت بعمل غرزة حشو، ومن الضلع بعمل غرزة حشو تانية، علشان كده وصلنا للنتيجة الكويسة دي للشغل. هننهي السكارف بغرزة النص عمود، وبعد ما اخلص خالص بقى السطر ده وانضف خيوطي واخلص خالص هنرجع نعمل الغرزة اللي على الاطراف. هنتابع مع بعض. انا هنا بعد ما خلصت اخر سطر معانا بالشكل ده زي ما قلت لحضراتكم كنت بشتغل غرزة نص عمود، ما قصيتش الخيط خالص. انا جيت في اول غرزة معايا وارتفعت بالخيط حبة صغيرة قوي، وبعدين عملت غرزة حشو، وفي الضلع اللي بيكون تاني ضلع في غرزة الحشو بدخل وبعمل غرزة حشو تانية، وده بيكون معايا ارتفاع العمود. وعملت اول سطر معايا هنا على الاطراف عمود بلفة، وبعدين عملت تاني سطر غرزة حشو، وبعدين عملت 3 غرز من البالون زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين
ركبت 2 شرشوبة بالشكل ده. طبعا حضراتكم تقدروا تنهوا السكارف او الكوفية دي بنفس الطريقة، وهنركب لها برضو 2 شرشوبة من الاطراف، او بنعمل الغرزة اللي احنا عملناها دي. قدامكم تعملوا دي وقدامكم تعملوا دي. طيب انا هعمل الغرزة ازاي؟ انا هنا باجي طرف الشغل، طبعا ده انا حابة يكون الاسكارف على نفس الغرزة دي كده المضلعة دي، لكن ما ننساش ان وش الشغل وظهر الشغل حلو قوي قوي في شكله. زي ما حضراتكم شايفين الغرزة جميلة من كل الاتجاهات. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي هنا عند الجزء ده اللي انا عاوزة يكون في الامام. هجيب الخيط وهدخل هنا بالشكل ده كده عند غرزة النص عمود اللي على الاطراف، وهسحب الخيط كده. هعمل غرزة بس للتثبيت واشدها كويس جدا. طبعا ده خيط البداية هاخده معايا تحت الشغل زي ما حضراتكم شايفين. طيب هبتدي ازاي؟ برتفع حبة صغيرة وبدخل في الجزء ده اعمل غرزة حشو، وبعدين بدخل في الضلع ده كده واعمل غرزة حشو بالشكل ده كده ارتفاع العمود بلفة زي ما حضراتكم شايفين. بتمنى يكون التصوير واضح. لفة على الإبرة، وهنا طبعا معايا العمود بلفة. العمود بلفة ده انا باخد فيه 2 عمود بالشكل ده كده من الجنب، 2 عمود. طبعا انا بدخل في قلب العمود وقلب الخيط بالشكل ده كده علشان ما يكونش فيه فراغات. كده انا عملت 3 عمود بلفة. طبعا هنا ارتفاع غرزة الحشو بعمل فيه غرزة عمود كده. هنا جينا للعمود بلفة، هدخل في قلب العمود واعمل 2 غرزة عمود. عدد الغرز معانا غرز العمود بلفة دي في النهاية هتكون ان شاء الله 18 غرزة عمود بلفة، لان انا محتاجة 18 غرزة تكون على الاطراف، وهي طبعا طالعة مظبوطة معايا 18 غرزة. هكمل السطر بنفس الطريقة للاخر بغرزة العمود بلفة بالشكل ده كده. هكمل الجزء ده ونرجع مع بعض. انا هنا انهيت السطر زي ما قلت لحضراتكم، عدد الغرز معايا 18 غرزة. خلصت اول سطر، بلف الشغل، برتفع حبة صغيرة بالخيط زي ما حضراتكم شايفين. بدخل في اول غرزة اعمل غرزة حشو، وطول السطر هعمل غرز حشو بالشكل ده اهي. طبعا ده خيط البداية الثبت كويس جدا تحت الغرز، نقدر نقصه. خلصت السطر كله بغرز الحشو زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كده. طيب هلف الشغل من غير اي ارتفاعات، بعمل اول غرزة حشو في اول غرزة، وبعدين بدخل في الضلع بالشكل ده، بعمل غرزة حشو فوق غرزة الحشو بالشكل ده كده. تمام، ده كده اول عمود معايا في السطر. طيب هنخلي بالنا من تقسيمة الغرز. هاخد تاني عمود، تاني عمود معايا اهو. طيب العمود التالت هعمل فيه ايه؟ العمود التالت ده هعمل في كل عمود يقابلني هنا، العمود التالت ده هعمل فيه 7 غرزة عمود بلفة.
يعني انا هنا ارتفعت اول عمود، ده تاني عمود، العمود التالت اهي غرزة الحشو التالتة دي انا هعمل فيها 7 عمود بلفة، 7 عمود بلفة. لفة على الابرة وادخل اعمل اول غرزة عمود، ودي تاني غرزة عمود، عمود رقم 3، العمود الرابع، هنكمل ال7. خلصت هنا ال7 عمود بلفة، لفة على الإبرة وادخل في الغرزة اللي بعدها، هعمل 3 عمود بلفة، 1 2 3. دي كده معانا أول غرزة بالون. تمام. طيب هنكرر نفس اللي عملناه، اللي هو ايه، هعمل عمود بلفة، الغرزة اللي بعدها عمود بلفة، الغرزة اللي بعدها هعمل 7 عمود بلفة في نفس الغرزة. العمود الأول هكمل 7 عواميد، كده خلصت 7 عمود بلفة. تمام. بدخل في الغرزة اللي بعدها اعمل عمود بلفة، يعني 3 عمود بلفة. ده العمود الاول، الغرزة اللي بعدها عمود، الغرزة اللي بعدها عمود. بنكرر، التكرار هو ايه، غرزة الاولى عمود والتانية عمود اهي، تالت غرزة معايا اهي فيها 7 عمود بلفة، 1 2، هكمل 7 عمود بلفة، 3 خلصت 7 عمود بلفة. معايا هنا اخر 3 غرز في السطر ده، هعمل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة اهي. طيب هنشتغل ازاي السطر اللي بعد كده؟ بنلف شغلنا بالشكل ده اهو. نخلي بالنا من السطر ده، برتفع بالخيط حبة صغيرة بالشكل ده كده. تمام. اعمل في اول غرزة حشو، بدخل في الضلع اعمل حشو فوق الحشو كده بالشكل ده. ده كده اول عمود معايا. تمام. العمود اللي قدامي ده والعمود ده دول هعملهم عمود امامي. لف على الابرة وادخل هنا كده حوالين العمود
شايفين؟ اسحب الخيط بالشكل ده كده، وبعدين لفة على الابرة اطلع من حلقتين، ولفة على الابرة واطلع من حلقتين. ده كده عمود امامي. الغرزة اللي بعدها كمان عمود امامي بالشكل ده كده اهو، عمود امامي. بتمنى يكون التصوير واضح، انا مقربه الكاميرا جدا. طيب هنا السبع عواميد اللي انا عملتهم دول هعمل فوق كل غرزة عمود خلفي علشان تكون الغرزة من الامام. تمام. لف على الابرة كده، وهاجي من قدام اهي، الابرة من قدام اهي، وادخل حوالين العمود بالشكل ده، اسحب الخيط واعمل اول غرزة بريد امامي او عمود امامي. تمام. هكمل فوق كل عمود يقابلني هعمل عمود خلفي، بريد خلفي. لما يكون الابرة داخلة في العمود من الامام وناحية الابرة عندي، ده عمود امامي. لما يكون الابرة داخلة كده اهو من الخلف كده بالشكل ده، يبقى ده عمود خلفي علشان محدش يتلخبط اهو. ده عمود كده، عمود خلفي. فوق كل عمود من غرزة البالون هنعمل عمود خلفي بالشكل ده اهو، لحد ما اكمل السبع عواميد. انا هنا قدامي عمودين اهو، ده كده عملت 7 عمود خلفي اهو بالشكل ده. فوق كل عمود عملت عمود. طيب هنيجي هنا هيقابلنا ايه؟ هيقابلنا ال5 عمود بلفة اهو، ما بين غرزة بالون وغرزة بالون في 5 عمود اهي امامي قدامي اهو، 5 عمود عاديين. طيب هعمل ايه؟ لفة على الابرة، واول 2 عمود هعمل فيهم 2 عمود امامي. دي 1 2. الغرزة اللي بعدها على طول هعمل فيها ايه؟ لفة على الابرة واعمل عمود خلفي اهو بالشكل ده. 2 غرزة اللي بعدها 2 عمود هعمل فوق كل عمود عمود امامي بالشكل ده، 1 2. تمام. يعني ال5 غرز اللي ما بين ال7 غرز وال7 غرز عملت 2 عمود امامي، اللي في المنتصف عملت 1 عمود خلفي، والاثنين التانيين عملت فيهم عمود امامي. طيب هنا جينا لل7 عمود بلفة دول، هنعمل فيهم عمود خلفي. لفة على الابرة بالشكل ده كده من الخلف، بسحب الخيط حوالين العمود، لفة على الابرة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين. بنكمل غرزة العمود اهي، وهنكرر نفس الخطوات اهي. يعني احنا هنا هنعمل 7 عمود خلفي فوق كل عمود عمود من ال7 عواميد اللي اخدناها في الغرزة، وبعدين بيقابلنا 5 عمود بلفة اهم. اول 2 بعمل فيهم عمود امامي، اللي في المنتصف بعمل عمود خلفي، اخر عمودين بعمل عمود امامي. ونفس الخطوات بعملها هنا. الغرزة المجمعة اللي هي 7 عمود بلفة في نفس الغرزة دول بعمل في كل واحدة غرزة عمود امامي، وبعدين اخر عمودين بعمل العمود الاخير ده عادي، والعمود اللي جنبه بالظبط بعمله عمود امامي. تمام. هكمل السطر بنفس الطريقة اللي شرحتها ونرجع مع بعض. انا هنا وصلت لنهاية السطر، اشتغلت بنفس الطريقة اللي شرحتها. اخر حاجة اشتغلتها عمود بلفة عادي جدا. طيب هلف الشغل بالشكل ده
شايفين الغرزة؟ طيب برتفع حبة صغيرة، بعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. تمام. هنشتغل ازاي؟ لفة على الإبرة. أنا هنا العمود اللي قدامي ده اللي أنا شايفاه ده عمود خلفي أهو، هعمله عمود خلفي بكل سهولة من غير أي لخبطة. كل العواميد اهي متحددة تمام اهي. طيب لفة على الإبرة اهي. أول حاجة مقابلاني هنا بعد ما اشتغلت العمود الخلفي هنا اهو السبع عمود أمامي، السبع عمود خلفي اللي أنا عملتهم في السطر اللي فات، هنا شايفاهم عمود أمامي قدامي. تمام، لأن احنا قلبنا السطر. طيب هنشتغل ازاي؟ لفة على الإبرة وادخل في أول عمود اهو، اعمل عمود امامي اهو، اول عمود امامي معايا اهو. طلعت من اول حلقتين بس، لفه على الابره وادخل في اللي بعده كده من الامام اهي، الابره من الامام اهي، بسحب الخيط معايا حلقتين على الابره اهو، لفه واطلع من حلقتين. تمام، يعني بعمل عمود امامي غير مكتمل. لفه على الابره وادخل حوالين العمود بالشكل ده كده اهو. ده كده العمود رقم 3، العمود رقم 4، عمود 5، العمود السادس، عمود الأخير رقم 7 اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. طيب أنا هنا معايا كام حلقة على الإبرة؟ 2 4 6 8 اللي هم 7 حلقات الخاصين بكل عمود معايا والحلقة اللي كانت على الإبرة. طيب هعمل ايه؟ لفة على الإبرة وبدخل واطلع من كل الحلقات بالشكل ده كده واعمل سلسلة بالشكل ده اهي. اتكونت معايا اهي غرزة البالون زي ما حضراتكم شايفين. هكرر نفس الخطوات لكن كل عمود هيقابلني على حسب ما انا شايفاه هشتغله. طيب ازاي؟ هنا ده عمود خلفي، هشتغل عمود خلفي اهو، اللي بعده عمود خلفي اهو. طب اللي بعده ده ايه؟ اللي بعده عمود امامي، هشتغل فوقه عمود امامي بالشكل ده كده. تمام، اللي بعده عمود خلفي، اشتغل عمود خلفي فوقه اهو، واللي بعده عمود خلفي اهو. اللي هيقابلنا بعد كده ايه؟ ال7 عمود اللي كانوا في السطر اللي فات عمود خلفي، لكن هنا في السطر ده عمود امامي. هعمل 7 عمود مجمعين زي ما اشتغلت في الغرزة اللي قبلها بالظبط. لفة على الإبرة وادخل حوالين الغرزة كده واسحب الخيط واطلع من أول حلقتين واسيب التالتة. مع كل عمود يقابلني اشتغل نفس الطريقة اهي. اهي تمام، نظبط ايدينا اهي. وصلت لاخر عمود في غرزة البالون اهي. كده معايا 8 حلقات على الابرة، لفة على الابرة كده واطلع من كل الحلقات واجمعهم واقفل عليهم بسلسلة، وبكده اتكونت معايا غرزة البالون التانية. طيب وبمنتهى البساطة هيقابلني 5 عمود اهم، 2 خلفي و1 امامي و2 خلفي، بشتغل عليهم زي ما شايفاهم، وبعدين برجع اعمل اخر غرزة معايا في السطر بنفس الطريقة اللي عملت بيها الغرزة دي. تمام، وبعدين بنهي السطر زي ما انا شايفاه قدامي، 2 عمود خلفي و1 عمود عادي في الاطراف. تمام، هخلص السطر بنفس الطريقة اللي شرحتها ونرجع مع بعض نشوف اخر حاجة
واخر جزء في السكارف او الكوفيه. انا هنا وصلت لنهاية السطر، وده كان شكل الغرزة النهائي. شايفين شكلها حلو قوي وجميل، مميزة. طيب اخر حاجة هعملها معايا ايه؟ هلف الشغل بالشكل ده كده، طبعا ده ظهر الشغل. هلف الشغل من غير اي ارتفاعات، بدخل في اول غرزة بعمل منزلقة اهي، اللي بعدها منزلقة. كل غرزة هتقابلني هعمل فوقها غرزة منزلقة اهي. طب غرزة البالون اهي، الغرزة المجمعة اهي، هعمل فيها منزلقة كمان اهي. بشتغل بنفس الطريقة لنهاية السطر اهي. كل غرزة هتقابلني فوقها غرزة منزلقة. وطبعا ده اخر سطر معانا، تمام. هخلص غرز المنزلقة بنفس الطريقة، وبعدين بقص الخيط وبنضف خيوطي كلها. وفي النهاية بعمل نفس الشغل هنا، الشراشيب بنفس الطريقة اهي. وده بيكون شكلها النهائي. وكمان هعمل فيديو صغير بشكلها النهائي بعد ما هنهيها كلها ان شاء الله. طبعا بتمنى في النهاية شغل النهاردة يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.